اللي يصعب عليك يفقرك. ده مثل شعبي قاله توفيق عكاشة وهو بيحكي تفاصيل سرقة الفيلا بتاعته. توفيق بيقول اللي سرق فيلتي هو حارس المنزل، شاب صغير عنده حوالي 22 سنة. أبوه بيشتغل حارس على منزل الجيران هنا في مدينة أكتوبر. الأب قال لي لو عايز حارس للفيلا أنا عندي ابني ممكن أجيبهولك. والله يا دكتور الدنيا ضيقة والواد مش لاقي شغل، فأنا قلت له خلاص هاته. والواد اشتغل معايا من رابع يوم عيد الضحية، وكنت بعطف عليه في الرايحة والجاية، والواد اتعود على دخول الفيلا ياخد اللي هو عايزه، وكنت كل ما اشوفه اديله قطعه شوكولاته. واضح كده ان الواد عجبته الشوكولاته فتعود عليها، وكل ما يدخل ياخد حاجه ياخد معاها واحده شوكولاته. ما كانش فيه اي تخوين لا للواد ولا لابوه اللي شغال جنبنا. وسافرت الساحل الشمالي انا ومراتي عشان نقضي الصيف، فعرفت ان الفيلا اتسرقت. توفيق بيقول ان السواق بتاع الجيران كان برضه متعود يدخل الفيلا وبرضه بياخد اللي بيحتاجه وبياخد شوكولاته، وانا ما كنتش بمنع حاجه عنهم. وواضح ان الحكايه دي هي اللي شجعتهم على سرقه الدولارات والمجوهرات اللي كانت موجوده في الفيلا. العكش بيقول طبعا اللي خطط للسرقه دي هو حارس العقار الشاب وأبوه اللي عنده حوالي 44 سنة، لأن والد الشاب افتعل مشكلة مع جاري علشان يسيب الشغل، وفعلا ساب شغله بعد سفرنا للساحل بكام يوم كده، وده طبعا علشان يبعد عنه الشبهات في حالة نجاحه في سرقة الفيلا. طبعا لما بلغنا عن السرقة وفريق البحث الجنائي وصل لمكان الواد الحارس ارتبك وكان باين عليه الخوف، فالشرطة اتحفظت عليه. توفيق بيقول أنا طبعا دافعت عن الولد وقلت مش ممكن يعمل كده، لكن مسؤول الأمن قال لي لا مكان للتعاطف في البحث عن الجريمة يا دكتور توفيق. ساعتها بس أدركت صدق المثل الشعبي اللي بيقول اللي يصعب عليك يفقرك. دول كسروا الشنطة بتاعتي اللي عارفين إن أنا بحتفظ فيها بمفاتيح الخزنة والمكتب، وفتحوا الخزنة وسرقوا 200,000 جنيه و6 ساعات، من بينها ساعة رولكس وأخرى كارتير وتالتة ذهبية، بالإضافة لمشغولات ومجوهرات ذهبية خاصة بزوجتي الإعلامية حياة الدرديري، وطبعا الأستاذة حياة اللي مش عارفة تجيب تمن الدخان بتاعها. ربنا معانا بقى. عموما النيابة لسه بتباشر التحقيقات مع المتهمين، وربنا يعافينا وإياكم من كل مكروه ومن كل حاجات تتسرق غالية. 200,000 جنيه و6 ساعات رولكس وكارتير، اوعدنا يا رب. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.